السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة يا عيلة. يعني بصوا، أنا بقالي كتير 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 ما روحتش النادي. تمام. فجانا بنتي بقى بتلعب تحت، فقلت بص فرصة بقى ان انا اصور كده زي زمان. انا كنت بحب التصوير الخارجي جدا، اجيب الكاميرا كده واقعد اصور في الهواء الطلق. فانا كنت بصور حلقة عن طبعا اليوم العالمي لمرضى السكري يوم 14 11. فانا عايزه اعمل حاجه جديده السنه دي، يعني اوكي هعمل حلقه اقدم فيها النصايح لكل مرضى السكري، وتكون حلقه مميزه ان شاء الله بامر الله تفيد كل مريض سكر. بس بلس ده انا عايزه اعمل حاجه مختلفه. طب اعمل ايه؟ انا اصلا عندي محاضره عن السكري تحت عنوان مرض السكر ما بين الواقع والخيال في جامعه المنوفيه يوم الثلاث بامر الله. في المنوفيه هكون موجوده بالمحاضره دي. فجاتني الفكره ان انا اعمل محاضره مجانيه برضو ليكوا انتوا بقى يا عيله. محاضره مجانيه حلو، ما نتعلم فيها حاجات مع بعض، نفهم فيها حاجات كتيره قوي عن مرضنا. المحاضره دي هتكون من خلال برنامج زوم حلو كده. فانا هعمل ايه؟ هعمل جروب، كل الناس هتجوين الجروب دوت. يوم المحاضره بامر الله هعملها يوم الاثنين ان شاء الله. يوم المحاضرة هبعت لينك المحاضرة على الجروب ده، فكلكم هتدخلوا المحاضرة معايا فور فري من غير اي حاجة خالص. ليه؟ عشان نستفيد. ليه؟ علشان نتعلم. لان انا مقتنعة كويس جدا ان جزء من هدفي ورسالتي في الحياة هي education، تعليم. زي ما انا دايما invest in yourself ودايما بتعلم ودايما بعمل updates لنفسي والتعليم ما بيخلصش عندي، انا كمان دوري ان انا اعلمكم. دوري ان انا فعلا يبقى في وعي وثقافه. الوعي والثقافه دي بتيجي عن طريق حاجتين: ان انا اوريدي بدي على طول فيديوز بنشر بيها الفكر بتاعنا والوعي بتاعنا، وان احنا نتعلم تغذيه ونفهم اكتر عن مرضنا. بلس ده ان انا المحاضره دي هتفرق كتير جدا معاكم بامر الله، وبقى انتوا خلاص ارتقيتوا الى مستوى يسمح ان احنا نسمع الى العلم وكاننا بالظبط دارسين تغذيه. صح يا عيله؟ فقولوا لي رايكم ايه، وفي نفس الوقت جمعتكم مباركه. صحيح، بصوا دي انا هضحكوا معايا. دي حاجه كنت انا عاملاها على مطبخ بدايه جديده. تمام. فالمهم ايه، وانا بصور بقى ساعتها بقول كنت انا عاملاها حاجتين: نص بالكاكاو ونص من غير كاكاو. فالمهم كان جات لي كلاينت يعني، فنسيت الصينيه في الفرن فتحولت الصينيه كلها لكاكاو، كلها غمقت. بس طعمها وحياة ربنا حكايه. البرطمان خلص اصلا. لسه مصوره الحلقه دي امبارح، هتنزل ان شاء الله. هتنزل طبعا على مطبخ بدايه جديده، حلوه جدا 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 ومشبعه ومفيده. وبغض النظر ان بقت كلها كاكاو وان كلها الضحك كله بقى لو بصوا يا جماعه احنا هنقدم نص كاكاو ونص من غير كاكاو، بعد ما دخلت الفرن طلعت كلها في الكاكاو. شكرا، السلام عليكم. بس هايله، ولا فرق معانا الكلام ده والله، وشكلها بقى كمان حلو. قولوا لي ايه رايكم في قصه المحاضره، وعايزاكم بقى بعد ما اخلص اللايف تكتبوا لي اقتراحاتكم. انتوا عايزين ميعادها الساعه كام؟ هشوف اكتر مواعيد وهحدد المحاضره هتبقى الساعه كام. خلاص كده. تسلم، شكرا. جمعتك مباركة يا رب. أهلا أهلا باليمن. شكرا شكرا شكرا. اوكي، ما انا بص هحط اللينك ده كله وهنعمل كل حاجه ما تقلقوش، وساعتها هعمل بوست بالكلام ده. بس انا الاوبجيكتيف في اللايف ده ان انا عايزه اقول الحاجتين دول: ان انا هعمل لكم حلقه هتنزل ان شاء الله اعتقد يوم الاحد بنصايح مهمه جدا. عايزين الحلقه دي يا جماعه تسمعوها كويس جدا، وجيبوا ورقه وقلم وانتوا بتسمعوها عشان تنفذوها. بلس طبعا الشمس كل شويه تعمل ماشي تمام. بلس ان انا عايزه اخد فوت منكم، عايزين الميعاد المحاضره يكون الساعه كام، فاكتبوا لي اقتراحاتكم للميعاد. ده اللي يهمني. انا كده كده هنزل لكم كل حاجه، والمحاضره هنخشها ازاي واللينك والكلام ده كله. اتفقنا. الشمس عامله شغل جامد جدا. خلاص 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 هنقفل عينيا، حاضر.
انا مش شايفه اصلا من كتر ما الشمس عامله. ايوه كده عشان اشوف، عشان ايه الشمس عامله شغل جامد. طب حلو حلو حلو. اهلين وسهلين. لا ما تشكرنيش، ده واجبي واجبي، واجبي في هذه الحياة. بحبكم يا عيلة والله. اه. طيب اسيبكم بقى، اكتبوا لي اقتراحاتكم، عايزين نعمل المحاضرة الساعة كام؟ تمام كده. استودعكم الله، اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جمعتكم مباركه، ما تنسوش سورة الكهف.